وهذا فيلم هبطت الكتبه وبين هاد جون اللي خرج من الحبس من بعد ما دوز فيه 4 سنين. سبابه غير مدابزه مع هاد خونا جاي يبين ليه شكون هو، ساعه قتلو بلا ما يكون قاصد ودخلوه للحبس. حكموا عليه ب4 سنين ولكن بسبب السلوك السوي ديالو دوز غير عامين وخرج. ولكن واخا طلقوه خاصو دائما يبقى يمشي للكوميساريه باش يدوز البحث. من بعد كنشوفو جون دبر على خديمه يهز الطوب والسيمه ويضرب تماره في وسط العماره، وكان المدير ديالو هو هذا الراجل اللي سميتو سليمان. قال ليه الا بغيتي تخدم حضر الراس وما بقاش تفهم. قضيه هادي خرج من السيلون تلاقى مع هاد الميمون، وبالليل خرج من الدار قصد هاد البار يفوش شويه ويتسوق على كاين شي خبار. ضرب على التيتيزه اللي ناشره الباليزه كتسربي شي عزاره، ساعه الشراب خربق عليهم المواره وبداو كيطيحوا لها الهضره. وعلاه جون غيسكت وراهم الاداب كيفاش كيتقرا. الاول عطاه ضربه حره والثاني طفاه مره والثالث رماه برا. تيتيزا فرانكي هي والصديق ديالها شافوا الكومبا من الاول، قصدو قال ليه واش خدام، قال ليه علاش كتسول، عطاه الكارت فيزيت وقال ليه مرحبا الا بغيت تخدم في دور. وطبعا جون كانوا جابوا مفردقين ووافق على الخدمه في الحين. جاب الله طريفه الخبز ما نقولوش لا. من بعد هذا الاسبوع مشى لعند هذا سليمان وبدا كيحكي ليه شنو وقع ليه في الاسبوع ديالو كامل، وحكى ليه على ديك الخدمه اللي دبر في تبنيت وحتى على ديك المدابزه اللي طرات ليه وسط البحر. هو عطاها القرورو وداك سليمان كاع ما مزق ليه، كان المهم عنده هو الملف ديالو نقي. اقل خطا عقد عبسه ويردوا للحبسه ياكل العدسه. ملي رجع جون للبار لقى واحد جوج مدابزين فرق بيناتهم بالتي هي احسن، ولكن هما رجعوا تكامشوا بحال كيقلبوا على الكاشو. هو رجع لهم جون قال لهم ما حشمتوش العشران، عطى كل واحد جوج ملويات سخان ما بقى حلال لهم لا شراب لا دخان. مره اخرى رجع ليه هاد راينو الصديق ديال فرانكي، قال لي هاد الروح القتاليه ديالك راه كتخربق لما صورتيش بها بزاف ديال الفلوس. وعاود جبد ديك الكارت فيزيت اللي مفرعن بها وعطاها ليه على اساس الا احتاج شي حاجه يتصل به. وجون ما مسوقش، لا غد ليه خارج من الخدمه وهي تعيط ليه واحد السيده هو ما كيعرفهاش، ولكن هي قالت ليه من قبيله كنتسناك. قالت ليه راه عندي ما نقول لك. قال لها مرحبا ومشاو للقهوه، وتما عرف باللي سميتها انيتا وباللي هي مرات داك الراجل اللي كان قتل. قالت ليه باللي كانت كتقرا جميع دوك الرسائل اللي كان كيصيفط ليها ملي كان في الحبس، اللي كان كيقول لها فيهم بانه ندمان على داكشي اللي طرا وبانه ما كانش قاصد وبانه مستعد يدير اي حاجه مقابل انها تسمح ليه. قالت ليه بانه جا الوقت باش ينفذ الوعد ديالو لان بنتها مريضه واحد المرض خطير وخاصها واحد العمليه كتسوى 250 الف دولار، وفكرته بان هي اللي دارت الطلب للقاضي انه يخرجوا من الحبس، وهذا الشيء عنده ثمن هو انه يكون بلاصه باها اللي قتلو باش يخلص عليها العمليه. قال لها راك عارفه اني مده وانا في الحبس وما عنديش هذا المبلغ كله. هي تنوض معصبه قالت لي انا ما كنسعاكش، انت قتلتي البنت باها، انت اللي تكلف بمصاريف ديال العلاج ديالها كاملين. ولوحت ليه واحد الورقه فيها تليفونها والعنوان ديالها وزاد تخلفها. وفي الليل كيمشي للبار وكيسول فرانكي على الصديق ديالها رينو واش كاين منه، وكانت نيته يخدم باش يدبر على الفلوس يساعد هذيك البنيته اللي مريضه. داتو الرينو غير شافو طار بالفرحه. وجون قال ليه ماشي وقت السلام هادي، قول لي شنو هي الخدمه اللي كنتي باغيني نخدم. ورينو ركبوا في الطوموبيل وداه لواحد النادي سري ديال القتال، وهذا النادي كان خارج القانون وحتى اللعبه براسها كان ما عندها لا قوانين لا والو، اللي شد الاخر تيدقدقوا ولا تيقتلوا كاع. وهذا الشيء بطبيعه الحال بالمقابل 6000 دولار الليله. واحد اخر يسمع هذا المبلغ عينيه غير حوالو. انما جون قال لي هادشي ما مسلكنيش وزاد بحالته، ومشى عند انيتا لذاك العنوان اللي كانت عطاتو وبدا كيشرح لها بان راه ما عنده حتى ريال باش يعاونها. ونط معصبه وجابت ليه دوك الرسائل اللي كان كيصيفط لها ملي كان في الحبس، وبقات كتفكروا بالوعود اللي كان كيعطيها بانه غيتكلف بها وبنتها باش يصحح الغلط اللي على وديتو دخل الحبس. وهي بقات كتغوت وبنتها سمعتها وخرجت. وكانت هذه اول مره غيشوفها جون وقرر انه غيدير المستحيل باش يعاونها. في الجهه الاخرى كنشوف فرانكي وراينو دخلوا لهاد لاجونس، وراينو طلب من المدير ديالو انه يسلفوا شي فلوس، وبقى كيحاول معاه بشتى الطرق باش يسلفوا اي مبلغ يمشي يخلص به الديون ديالو، لان هاد راينو كان مقامر كبير وكتسالو بزاف ديال الفلوس. ولكن هذاك التاجر امتنع انه يعطيه ريال، قال له الا بغيتي الفلوس جيب لي دوك الازرار المعدنيه ديال باك وديك الساعه خذ اللي بغيتي. راينو قال ليه بانت لك الفرصه وبغيتي دي قرصه، وجر الدريه وخرج. لا غد ليه جون مشى للخدمه هو اتصل به المدير ديالو سليمان، اللي دارها كيقول ليه ما هياش، اللي دارها كيقول ليه ما هياش، كي بحال كان كيقلب غير على السبه باش يجري عليه. ولكن من ترتيب الاقدار غير واحد شويه وهي تجي واحد الازمه قلبيه، وجون تلاح عليه وبدا كيدير ليه الاسعافات الاوليه يرجع فيه شويه د الروح بين ما جات سياره الاسعاف. المهم جون دا مع هذا الراجل غير شويه د الاجر، اما القرار ديال الطرد ديالو ما تغيرش. وبما انه ما بقاش خدام اذا بقات ليه طريق وحده هي مشي لحلبة القتال. ومني سالات الجوله الاولى راينو دا اللعاب ديالو كيدير ليه الاسعافات الاوليه باش عاود يرجع للحلبة. وديك الساعه دخل عليه جون وقال ليه بغيت نهضر معاك، ويقول ليه راينو ما مساليش لك دابا.
واحد شويه اللعاب ديالو طاح للارض سخفان، هو يقول جون لراينو وقيلا ساليتي ليا دابا، وراينو بقى تيبرق في عينيه حيت ما عنده حتى شي حل. هو مشى عند الحكام وبدا تيقنعهم بان جون هو اللي يكمل المباراه، وبطبيعه الحال في الاخر غيوافقوا. وكانت هذه اول مباراه لجون في هذا القتال اللي كيدخلوا ليه غير الرجال. جون كان بحرة في البدايه وغلبت عليه الدهشيره، عاود اللي هاجم بقى غير كيدافع، والاخر لقاها فرصه وطنطنو مزيان وما قداتوش غير يديه. صحابو لوحوا ليه واحد الجعبه وبقى كيطنطن فيها الراس، ولكن جون عصبه ود الذين ما عرفت كي دار، جات في يديه ديك الجعبه. هو يتبالى بالخصم ديالو كيضربو حتى كيعض لسانو، صبنو مزيان وفاز عليه عن جداره واستحقاق. ملي سالات المباراه فرانكي جابت ليه الضوء الحمر فين ما قاصتو يتعقر، والمقاتل الاول طلب حقه من ديك الجولتين بجوج اللي كان لعب في الاول. راينو بغى يعطيه التريال لانه فقد الوعي واعتبروا بانه خسر، ولكن جون كان ما فيش التناوي وقسم معاه الفلوس بالتساوي. خصيم من بعد كيمشي لديك الزياره الاسبوعيه لداك البوليسي اللي ديما مخنوق منه ومسوقش ليه، كيقرا داكشي اللي مكتوب في الوراق وما كيشوفش فيه حتى الشوفات. باش كان راجع ضربه بجريه منها ينسى ديك المعامله الخايبه ديال البوليسي. ملي وصل للدار لقى الباب محلول، دخل غير بشويه يشوف شكون اللي كاين ويلقاه داك راينو. قال ليه راه البلاصه اللي مخبي فيها فلوسك ساهله اي واحد يديهم ليك، وقال ليه جمع حوايجك باش تمشي تعيش معنا انا وفرانكي، لان بيناتنا بزاف ديال الخدمه وكيخصك تكون معنا 24 ساعه على 24. من بعد مشاو كاملين باش يتلاقاو مع هذا الراجل اللي هو خبير في قتال الشوارع وعنده معارف كبار في هذا المجال هذا. وراينو طلب منه انه يخدم معاه، ولكن هذا الراجل كيرفض يخدموا معاه لان السمعه ديالو ما فيها ما يتشاف، زياده على انه عنده ديون واكل مالها فيها. وجون من شافو ما مصور ما عنده حتى لعبه قال لي خليني مني ليه. هو ينوض راينو خرج ودا معاه فرانكي، مني بقى غير هو وياه الراس قال لي انا دخلت هذا المجال ديال القتال غير باش ننقذ حياه واحد البنيته مريضه مرض خطير. قال لي انا كنقدر هذه العاطفه النبيله ديالك، ولكن ما نقدرش نغامر لان مشاريع راينو كلها فاشله. من بعد كنشوفهم ثلاثه غاديين في الطوموبيل وراينو كيبكي ويشكي، يكون عنده راس المال غيدخل الرهانات ويخربها فلوس. بقى الحل الوحيد هو يبيع الازرار ديال باه لهاد التاجر، ووصاه ما يبيعهاش لانه واحد النهار غادي يرجع ويشريها من عنده. ومن بعد ما خدا الفلوس مشى هو وجون وفرانكي لواحد المكان جديد حتى هو معروف بمجال قتال الشوارع، وفي هاد البلاصه كيجيبوا كلاب من دريسيا وكيربطوها قريبه من المقاتلين، يعني اللي انهزم او لا خاف غادي غير يوصل حدا الكلاب ما تخلي فيه لا لحم لا عظم. ومشى راينو عند مول هاد الحلبه اللي سميتو بريستو اللي غير شافو قلب عليه فيستو وعطى امر للرجال ديالو باش يقتلوه، حيت عطى مهله كبيره لراينو باش يجيب ليه فلوسو، لكن ما جابهمش. يدخل جون وكيقول لي انا غندخل لحلبة المصارعه مقابل الديون ديال راينو، وفي حاله خسرت ديك الساعه رمي راينو للكلاب. راينو قال لي هكا يكونوا الصحاب، اما بريستو عجبته الفكره ووافق وبدات المقابله. ولكن الخصم ديال جون كان قوي عليه بزاف، كل مره كيجيبوا الارض وجون كيقاوم وما كيستسلمش وكينوض، ولكن كيعاود يضربو ثاني حتى كيعض في الارض. وفي واحد اللحظه طاح حدا واحد الكلب اللي عضو في يديه، ولكن جون قدر يقاوم ويتفك منه. وهاد المره رجع المقابله بواحد النفس جديد، بقى عليه ضربه جانبيه وضربه ضائعه وضربه ضاره وضربه نافعه، وفي الاخير قدر ينتصر عليه. وهذا الشيء كيعني ان الديون ديال راينو كلها تخلصات، وبطبيعه الحال راينو كان سعيد سعاده لا توصف. وفي وسط هاد الفرحه كلها جات رساله لجون من عند انيتا، ملي قراها مشى كيجري للمستشفى لان الحاله ديال البنيته تدهورت بزاف، وإلا ما زربوش وداروا لها عمليه ديال زراعه القلب تقدر تموت في اي لحظه. جون قال الام بلا ما تهزي الهم انا غندير اللي في جهدي باش نجيب الفلوس كامله اللي خاصها المستشفى والعمليه غدار في وقتها. في الجهه الاخرى كنشوف فرانكي كتغوت على راينو وكتقول ليه بان ما عجبهاش الحال لان راينو كيتعامل مع جون كانه آلة قتال ماشي بشر. جون كيقاتل هو كيربح الفلوس على ظهره. راينو قال له ويني هذه هضره جديده، ياك ما هشاشت لك الكبيده، ياك ما نسيتي انه دخل الحبس على وديت انه طيح بطانه. واش عارفه شنو معنات انه يقتل انسان بيديه؟ هادشي كيعني انه ما عنده لا رحمه لا شفقه. هاد الهضره كلها كانوا كيقولوها وجون كيتصنت ليهم. شويه خرج من بلاصتو ما هضرش معاهم، شاف فيهم شويه وزاد بحالته. لغد ليه ملي كان جون كيستعد للقتال جا راينو بدا كيحاول يعتذر ليه، ولكن جون قال ليه هضرتك كلها ما كتهمني في والو، وفي الحبس تعلمت كيفاش نتحكم في الاعصاب ديالي. ودخل لحلبة القتال وهاد المره كان تايق في نفسه بزاف وتمكن انه ينتصر بكل سهوله. ومن بعد مباراه على مباراه جون كان كيكتسب ثقه كبيره في النفس وكيكتسب خبره كبر من اللي كانت عنده. الزهر فايض والطايح اكثر من نايض. وكيف العاده من بعد كل مباراه فرانكي كدير لجون الضوء الاحمر، استغلت الوقيته اللي راينو خرج وبدات كتعتذر لجون على الهضره اللي قالوا هذيك الليله. قال لها معليش، ومن بعد مشى للبار كيشرب غير كافي نوار. شويه هو يضرب على واحد الطوموبيل فيها شي وحدين كيخنزروا فيه، ملي شافوه عاق بهم وما يزيدوا بحالهم. من يرجع للدار ما لقاش راينو سول فرانكي عليه،
قالت لي راه مشى يقمر. وفي بلاصه اخرى كيبان راينو فعلا كيقمر. واحد شويه دخلوا هذوك الرجال اللي كانوا كيراقبوا جون ملي كان في القهوه شنقوا على راينو، جروه من قفاه وداو عطاوه قتله ديال الكلاب. لحق الشاف ديالهم كيسالو فلوس كثيره وما جابهاش ليه، وعطاوه مهله سيمانه الا ما جابش فلوس غيصفيوها ليه. وراينو كمدها في قلبه وقرر ما يقولهاش لصحابه. لغد ليه مشاو لواحد القتال جديد فوق واحد الباطو. وقبل المباراه راينو قال لجون شويه المعلومات على الخصم ديالو، بحال مثلا انه قوي بزاف خصو يرد معاه البال، ولكن عنده واحد النقطه ضعف هي السنان، يعني لا بغى ينتصر عليه خاصو يضربو لسنان. وبدا النزال والخصم ديال جون كيطير مع الطيور، لدرجه ان جون ما قفل معاه حتى حاجه في الاول، عطاه شي 6 كيلو د العصا وبقى كيلعب عليه ال10 كيف بغا. وفي واحد اللحظه سد ليه الباب ديال الطوموبيل على يديه، وبقى جون كيدابز معاه حتى حررها. ومن بعد دار داك خونا بدا كيطنطن فيه، عطاه الكروشي الاول الكروشي الثاني شنشطو في الارض. وتفكر نقطه الضعف اللي قال ليه راينو اللي هي السنان، ضربه جوج جابو مجبد في الارض. من بعد هذا النزال الشاق اخيرا جون كينتصر عن جداره واستحقاق. وفي الليل كانوا في البار كيحتفلوا بالفوز، حتى كتصل انيتا بجون. ما فهم منا والو في ذاك الاتصال، ولكن حس بان كاين شي حاجه مشيت ليه، فكيجري عندها للدار عيا ما يعيط عليها وعيا ما يقلب هنا وهنا والو ما كاين حتى شي اخبار. في الاخر هو لقاها في الحمام وفهم بانها محاوله انتحار. هزها ومشى كيجري بها للسبيطار، وتما سولته فرانكي على شنو واقع بينه وبين هاد المراه. هو اعترف لها بان هاد السيده هي المراه ديال داك الراجل اللي كان قتلو بالغلط، وبان عندها واحد البنت مريضه مرض خطير وهو كيتقاتل باش يجمع لها الفلوس باش دير العمليه. من بعد قالوا ليه انيتا فاقد، قالت ليه ما فيها اللي يهضر على حتى شي حاجه، من الاحسن ما تهضرش معايا على شنو وقع. ولكن من بعد كيظهر انها تعمدات تنتحر لانها عرفات بان القلب ديالها مطابق للقلب ديال بنتها، ولو كانت عمليه انتحار نجحت لها فكانوا ياخذوا القلب من عندها ويعطيوه لبنتها. وهو يقول لها بانه خدام بقوه على وديت باش يجمع الفلوس لبنتها وما بقى ليه والو يجمعهم. في هذا الوقت راينو كان مشى عند داك الراجل اللي باع ليه الازرار في الاول باش يرجعها من عنده، ولكن داك الراجل قال ليه بانه لقى لهم واحد البيعه مزيانه وباعهم. وراينو تعصب لانهم كانوا ديال باه ماشي ديالو وكانوا غير امانه عنده. وهنا غنشوفوه جالس في دارو مشتت الفلوس خدام كيحسب فيهم على خاطره. وشويه جات فرانكي ومعها جون حتى هو. وهنا راينو سول جون واش وافق يلعب واحد المباراه جديده عاد تعرضت عليه، وجون بطبيعه الحال قال ليه هي الاولى، ومشاو لساحه القتال. وغير وصلوا تسلط عليهم هاد بريستو والعصابه ديالته، وداو راينو للحمام وقال ليه فين هي الفلوس اللي كان سالك. وراينو قال ليه غير بشويه عليك، هاد المباراه اللي غتقام دابا انا داخل فيها في برهان كبير، وملي المقاتل ديالي غادي يربح معاه فلوس كثيره، ديك الساعه نعطيك فلوسك دولار تينطح دولار. وملي سولاتو فرانكي قال لها ما كاين حتى حاجه وهي ما تيقاتوش. وحتى جون سولوا على دوك الناس اللي كانوا معاه، ولكن مني شافو ما بغاش يهضر ويميك عليه. ودخل لحلبة القتال هو يتلاقى مع الدبابه، تهلا في جون وكرمو مزيان، ما عرف مين دبر على واحد الحبل وخنقوا به، لان هذا النوع من المباريات الاسلحه كلها مباحه فيها. ولكن جون بقى كيتبربص حتى قدر يتفك منه، هو خاطا علاش كيقلب ما دا منه لا حق لا باطل، دقه كيردها ب10. ولكن جون كان صبار وعنده هدف كبير كيزيد يحفزه وكيزيد يقويه باش ينتصر في اي مباراه كيدخلها، ولو انه كيكون قريب يخسر، الا ان هذا الهدف الكبير ديال انه ينقذ البنت كان دائما كيجيه بين عينيه وكيخليه يتشجع وكيخليه يتحول لمقاتل عنيف بزاف، والضربات ديالو شديده وقويه ومركزه. وملي كينتصر عليه الجمهور كيطالبوا انه يقتلوه، ولكن جون كيرفض، وهذا الشيء كيعني انه انسحب من القتال. وفرانكي مشات كتجري باش تقنعو يرجع، ولكن هو رفض. في نفس الوقت راينو كان كلا قتله ديال الكلاب عند العصابه لانه خسر المباراه اللي كان عوال باش يرد لهم فلوسهم منها. وملي كانوا غاديين في الطوموبيل جون كيعرف بان هاد الدين وصل 150,000 دولار، وهو ما كيخصش راينو وانما كيخص فرانكي، وراينو هو اللي طوع بلاصتها. وفي هذا النهار العصابه هزوا جون في الطوموبيل وداو عند الزعيم ديالهم، ولقاه هو نسيب داك سليمان اللي كان نقض حياته ديك المره، وقال لي كون ما عتقتيش ديك المره كان غادي يموت وبنتي تبقى ارمله. وباش رد لك الجميل طلب اللي بغيتي ننفذوا له، قال لي انا بغيتك غير تراهن عليا في القتال الجاي بواحد المبلغ كبير، لان انا محتاج فلوس كثيره باش ننقذ حياه ديال واحد البنت اللي مريضه مرض خطير. ومن بعد ما درت شويه جون عرف بان هذا هو الراجل اللي كيتسال الفلوس راينو، طلب منه انه يعفيه. الزعيم قال لي عندك اختيار واحد، اما تعتق البنت واما تعتق صاحبك راينو. جون فكر شويه واختار صاحبه. من بعد رجع جون للدار مدمر ونفسيته ماشي تلهيه، لان حتى واحد ما بغى يراهن عليه، وبالتالي فشل انه ينقذ البنت. وراينو قال ليه شكرا بزاف حيت علمتني المعنى الحقيقي ديال الصداقه وديال الرجله، لانني عشت اناني حياتي كلها. وملي كان جون كيهضر مع فرانكي جا واحد الاتصال لراينو، ملي سال معاه الهضره قال جون بان شي واحد راهن على القتال ديالك بواحد المبلغ كبير. جون فرح بزاف
بزاف لان ما كانش متوقع، وديك الليله اتجهوا لحلبات القتال، وهاد المره الحلبه كانت معلقه فوق منها واحد الشبكه ديال الحديد، ومن قوه العصا والخبيط طاحت عليهم، وهنا الخصم ديالو قدر يطيح عليه واحد القوادس ديال الحديد، ولكن قدر يفلت منها ومن زهرو طاح في واحد الضايع عامره بالزيت المحروقه، وبقى طايح تما حتى الاخرين حساب لهم انهزم، والخصم ديالو عند بالو راه انتصر شويه ويخرج لهم من تحت القوادس كله مصبوغ بالزيت، وشد داك الخصم ديالو بقى كيعجن فيه وصبان فيه كاع الضربات اللي كيعرف جربها فيه، والاخر قاوم تاعيا وفي الاخر طاح بالكاو، واخيرا جون انتصر. وجاهد الشيباني كيهنئ جون على الانتصار وكيعرف بانه هو اللي راهن عليه، وجون حتى هو شكرو بزاف على هاد الرجوله اللي دار معاه. وفي هاد اللقطه كنشوفوا جون في المستشفى من بعد ما قدر يدفع التكاليف ديال العمليه ديال بنيته، وانيتا كتشكرو بزاف على هاد الوقفه اللي وقف مع بنتها، وكتبلغوا بانها سامحاته على انه قتل راجلها. وهنا كنشوفوا جون عطى الازرار لراينو لانه هو اللي كان شراها من عند التاجر حيتاش خاف لا يبيعها وصاحبه يضيع فيها. وهكذا سالت القصه وطلعت الكتابه. نتمنى هذا الملخص يكون عجبكم، ما تنساوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس والتعليقات. نتلاقاو في فيلم جديد، تهلاو.